مساء الخير على حضراتكم. احنا من كام يوم نزلنا فيديو عن ازاي تستلم وحدتك من المطور، ان كانت كوران شيل ولا سيمي فينيش ولا فولي فينيشد. اتكلمنا كده، قلنا شوية حاجات بسيطة ازاي تستلم الوحدة عشان خاطر تستلم التشطيب مظبوط. بس قعدنا مع نفسنا قلنا لا، احنا عايزين حد متخصص يكون في الموضوع، يعرف احسن مننا علشان خاطر يفهمنا كل التفاصيل، بحيث ان انت تروح تستلم وحدتك ما يبقاش في اي حاجة بايظة بعد كده. فمعانا النهارده الباشمهندس جمال بباوي، صاحب شركة الترا للمقاولات. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بيك. بص، احنا الفترة اللي فاتت دي كلها كان فترة الناس اشترت عقار 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 عقار، الاربع خمس سنين اللي فاتوا. فالوقت الحالي ده وقت استلام الوحدات. تمام. فكل الناس هتبقى مطلوب منها ان هي تخش في تشطيبات وتستلم تشطيبات. فمحتاجينك تدينا بريف كده، احنا لما نيجي نستلم شقة نستلم ايه فيها بالظبط؟ تمام. بشكل مبدئي انا شفت الفيديو اللي حضرتك كنت عامله، هو طبعا انت قايل كل حاجه لا خالص، ما شاء الله يعني عليك. تمام. بس هنقول تفاصيل التفاصيل، هنزود شويه حاجات بس. تمام. زي ما حضرتك قلت قبل كده، اولا لازم نشوف احنا هنستلمها هل هي كورنشيل يعني على الطوب الاحمر، او سيمي فينيشد او فولي فينيشد اللي هي نص تشطيب او تشطيب. هنقول كل حاجه هي عباره عن ايه بالظبط. على الطوب الاحمر هي بتبقى عباره عن ان هي متقسمه فقط لا غير. تمام. وهي مباني، الشقه بتبقى مباني والارضيه بتبقى خرسانه والسقف خرسانه، ما بيبقاش فيها معمول اي حاجه خالص غير تقريبا البلكونات او الحاجات اللي ليها علاقه بالواجهات اللي تمس الحاجه الخارجيه في الكومباوند او اي عشان الكومباوند يبقى كله شكل واحد، فالشركه بتسلم الواجهات فعلا متشطبه كلها بالمنافذ بتاعتها. بالظبط كده. بنبتدي نستلم الحوائط، بنشوف هل فيها مشاكل شروخ، هل بنشوف اولا نوع المباني، هل هو متقفل كويس، اللي هو الفواصل بين الطوب، اللي هي الحاجات اللي بيسموها الطيات دي اللي هي الفاصل بين الطوب، هل متساوي ولا لا. ده يعني هو ما يمسش التشطيب في حاجه، ولكن بيبين لنا جوده الشغل اللي معمول عامل ازاي. ده من ناحيه. من ناحيه تانية بنستلم بحاجه اللي هي بنسميها إدة، اللي هو بيبقى دراع سواء الموتال او خشب. بنشوف هل الحائط اللي عندنا ده مايل ولا لا، في زاويه ولا لا، لان دي بتفرق معانا طبعا في المحاره او في التشطيب فيما بعد. بنستلم الزوايا بين الحوائط، بنشوف هل الحوائط مربوطه بالعمدان بحاجه اللي هي اسمها كانات، او اللي هي حديد بيبقى مزروع في العمدان بيربط المباني دي ولا لا، عشان ما تفلقش بعد المحاره. عشان بعد كده ما تشرخش في المحاره. هتفصل. لان بنضطر ان احنا برضو نعالجها بطريقه تانية في المحاره او قبل حتى ما نمحر. كل ده بنبص عليه. بنبص على الشبابيك اللي هي اوريدي راكبه، اللي احنا قلنا ليها علاقه بالواجهات او كده. لو هي الموتال، بنشوف مثلا العلاقات بين القطاعات بتاعه الالموتال بتبقى عامله ازاي، هل هي مقفوله كويس ولا لا، في فروق ما بينها، هل هي بعد ما اتقفلت مقفوله بسيليكون ولا لا. ده مهم جدا لان دي ممكن تلم حشرات، ممكن تلم ترابه فيها او حاجات ما ينفعش ان هي تطلع بعد كده. بس انا بتهيالي في الطوب الاحمر ان انا استلم واجهات الالموتال، الموضوع بيبقى صعب، لان هم يا دوب بيبقوا تقريبا حاطينه على حلقه زفر او جاست بس متركب كده تركيب. احنا بنتكلم من بره، لان لما زي ما قلنا هي ليها علاقه بالواجهه، فبتبقى البلكونه من بره متشطبه خالص، اللي هو التشطيب بتاع الواجهه نفسها، سواء ماده او نقاشه. فمن بره بتلاقي الحيطه كلها متشطبه محاره ودهانات، وبعديها ايوه، انا قصدي ان ما يبقاش في حاجه فاصله ما بينهم عشان ما ندخلش حاجه او الترابه بالظبط كده. تمام. بننتقل بعد كده للمرحله اللي بعديها اللي هي السيمي فينيشد. تمام. ده اللي هو بيسموه نص تشطيب. ده المعظم على فكره. معظم الوحدات بتتسلم في السيمي فينيشد فعلا. تمام. ده بيبقى عباره عن تاسيس كهرباء وسباكه زائد المحاره فقط لا غير. تمام. بتبقى برضو الارضيه خرسانه والسقف مبقاش معمول فيه حاجه، وبرضو نفس الكلام الحاجه اللي ليها علاقه بالواجهات هي اللي بتبقى متشطبه. البلكونه من بره والشبابيك بتاعتها او الابواب بتاعتها والكلام ده كله. تمام. هنا بيبقى التشطيب يعني بنركز اكتر. يعني اولا بيبقى التاسيس الكهرباء ده بيبقى عباره عن خراطيم ومسارات ماشيه في الحيطان، تمام، متصله ببعضيها. بمعنى ان مثلا لو في الحيطه علبه متصل الخرطوم يعني فيها خرطوم المفروض متصل بحاجه في السقف، لان هي علبه بتاعت اناره، لقمه اناره هندوس عليها هتنور في السقف.
بنبتدي نشوف الشداد ده بيبقى عباره عن خيط طالع بيوصل، يعني بيبقى ماشي بطول الخرطوم، بيوصل ما بين الحيطه والسقف او ايا كان هي رايحه فين يعني. تمام. بنشد الشداد دوت، بنشوف هل هو يعني في مرونه في ان هو يتشد معايا ولا لا، ومرونه كبيره، نسبه مرونه احس بيها قوي، حتى لو عرفت ان انا اهزه جوه واسمع صوته يستحسن. لان الشداد ده لما انا بشيله انا مش بحط سلك واحد بتخن الشداد ده، انا بحط الثلاث فرد اللي هو ارضي وارث وكهرباء. تمام. فممكن الشداد يمشي معايا بس يبقى برضو الخرطوم معصور يا دوب معدي الشداد، لكن ما يعديش اسلاك الكهرباء بعد كده. تمام. فعلى قد ما اقدر بحاول اتاكد، حتى بحاول اهزه بايدي كده اشوف اذا كان هيعمل صوت ولا لا، هيلق جوه الخرطوم ولا لا. تمام، عشان خاطر ما يجيش بعد كده لو اضطر ان انا اكسر طبعا واغير المسار ده كله، كسرت في المحاره، يبقى كده هتعيد محاره من جديد. بالظبط. تمام. دي من ناحيه. كذلك بتاكد سواء حتى في الكورن شيل او في السيمي فينيش، بشوف الدخلات اللي عندي بتاعه الكهرباء منين، بشوف اماكن العدادات عندي سواء كهرباء او ميه، بشوف دخلة الفايبر بتاعتي منين. التيار الخفيف. التيار الخفيف. تمام. بشوف هل معمول لي لوحه رئيسيه مثلا بره الباب ولا لا، يعني بره الوحده خالص خاصه بيا ولا لا، ولا هي اللوحه بتاعتي الداخليه فقط. في السيمي فينيش لما بنيجي نستلم سباكه، هو بيبقى عندنا هم دخلتين فقط لا غير، اللي هم التغذيه اللي هو الماسوره بالبلدي اللي لونها اخضر، او اللي هي ماسوره البولي او البي ار او ايا كان نوعها يعني. تمام. وماسوره صرف. بالنسبه للمحاره هنا بنستلم كذا حاجه. اولا بنستلم تماسك المحاره نفسه. في حاجه اسمها تطبيل، مثلا بنخبط كده على المحاره، بنشوف هل هتعمل صوت زي صوت الطبله كده ولا لا. بص، في اماكن كده معينه بتبقى قلت لي عليها قبل ما نصور، قلت لي الاماكن دي دايما بتبقى مطبله عاده، ودي اللي احنا شفناها. هي عاده بتبقى منمله او مطبله او مشرخه. الزوايا اللي حوالين الابواب، الزاويه اللي حوالين الباب، كذلك لو في علبه كهرباء، الزوايا اللي حوالين علب الكهرباء، الزوايا اللي حوالين الشبابيك، اللي هي لوحه المفاتيح. تحت السقف مثلا بحوالي من 35 ل 50 سم، اللي هي لو في كاميرا هي الفاصل بين الكاميرا والمباني. عادة دي بنشوف فيها شروخ، اللي هي بيسموها شروخ شعرية، او اللي هي بتبقى بسمك الشعرة كده. تمام. دي بتظهر، دي معناها ان مفيش تماسك قوي، او ان اثناء المحارة ما اتعملش اللي هو السلك الشبك او الفايبر اللي بيحمينا من ده. تستاهل ان انا ارخم على الشركة واقول لهم لا مش هستلم الا لما تعملوا دي؟ هضطر اعيدها لو انا قابل بده خلاص. لو انت قابل انك انت تعيدها تاني، لانك انت ملهاش علاج غير انك تكسر الجزء ده كله ونحط شبك بالظبط كده وترجع تمحرها تاني. بس فلو انت قابل بده خلاص ما ترخمش عليه. لا ده تمن محاره جديد. بس وهو بند. وخلي بالك في معلومه، يعني المرمات بتبقى اسعارها اعلى او تكلفتها اعلى من البند لو هتاخده ككل يعني، او هتاخده بكري يعني زي ما بيقول. اللي اعرفه ان المحاره يعني البند لو في مرمات بيبقى مره ونص اللي بيتكلف فيه في الحاجه يعني حاجات كده يعني. بالظبط. انا بتكلم تقريبا مش غير التعب اللي فيه كمان يعني. تمام. كذلك بتستلم حاجات تانية زي الزوايا. بتستلم لو عندك زاوية قائمة، قائمية الزاوية دي بالظبط هل هي فعلا زاوية قائمة ولا لا، بعدة طرق بقى، سواء بزاوية معدن او بنظرية فيثاغورس اللي هي بنقيس 3 4 5 او 60 80 متر. يعني بنشوف ايا كان ايه اللي هيحقق ده. بنستلم التوازي بتاع الحوائط، او زي ما احنا بنسميه يعني في مجالنا بنسميه تعريض الحوائط. بنقيس، ناخد نقطتين مثلا، نقطه في اول حيطه ونقطه في اخرها، ونقيس المسافه المسافه بين الحيطه واللي قصادها. وكذلك النقطه الثانيه في الحيطه وقصادها. بنشوف هي في فرق قد ايه، او هل هم متساويين ولا لا. طب لو في فرق ده يأثر في ايه بعد كده؟ لا يأثر ان مثلا في الارضيات هيعمل لي حاجه اسمها سمكه. هيبين ان في شريحه مثلثه كده في الارضيه، سواء بورسلين او اي نضطر بقى ان انا اخبيها ورا اي حاجه. نضطر بقى ان احنا نوزع الفرش بطريقه معينه عشان خاطر نداريها. او ان احنا نعمل مثلا حاجه زي مكتبه جيبسن بورد او كده، لمجرد ان انا عايز اداريها مش اكتر، وبتتعمل بطريقه معينه وممكن ما تطلعش حلوه كمان. فتفاديا لده كله، لا خلينا ان احنا نستلم التعريض بتاع الحوائط دوت، ويستحسن ان هو يطلع، يعني هو المفروض نسبه الخطا لغايه 3 مللي. ممكن نقول نص سنتي مش هتبان معانا يعني، مش هتبان عشان ممكن نظبطها في الوزر بتاعها. يعني في الوزر ممكن نظبطها كده او اللي هي اسمها نسرقها يعني. تمام. فمش هتبان معانا. ولكن اكتر من كده ما يفضلش طبعا.
نتكلم بقى في الفولي فينيشد، وده بقى موضوع ده المهم اكبر شويه بقى كتير. ده المهم يعني جدا. احنا اولا عندنا عده بنود لازم نبقى عارفينها الاول. احنا هنستلم ايه؟ عندنا حوائط، تمام، والحوائط دي بتشمل المحاره، ودي برضو ممكن نعرفها حتى من بعد الدهان. بتشمل النقاشه، بتشمل اي ديكورات معموله فيها، تمام. عندنا الارضيات بانواعها ايا كانت بقى، معموله باركيه، بورسلين، سيراميك عادي، معموله رخام، ايا كان يعني. عندنا سقف، عندنا سباكه، عندنا الكهرباء. ودي كهرباء بقى، دي كهرباء ما فيهاش كلام. دي كهرباء ما فيهاش كلام. خلينا ناخدها واحده واحده. مثلا خلينا عندنا ابواب، عندنا الموتيل، سواء شبابيك او بلكونات او ايا كان، والصحي القواعد والاحواض. بالظبط، تمام. خلينا ناخدها واحده واحده. مثلا خلينا نتكلم في بند الكهرباء اول حاجه. مثلا طبعا الكهرباء خلاص مش هنستلم شدادات، خلاص المسارات عندنا كلها ماشيه. بنجرب كل النقط اللي عندنا، سواء نقط اناره او نقط برايز زي ما انت سبق قلت قبل كده. بنجرب حتى لو شاحن موبايل او اي حاجه، أو في ناس بتعمل لمبه كده بدائيه، ولا حاجة. يعني حاجه بدائيه كده، فيشه تحطها في البريزه تشوف هي شغاله ولا لا. تمام. لو عايزين نتوسع اكتر وده يفضل، يعني بنكشف على البرايز بتاعه المطبخ. برايز المطبخ المفروض بيبقى السلك بتاعها اعلى شويه. تمام. السلك اسمك. بيبقى اسمك شويه. يعني عندنا الاناره مثلا بتبقى 2 مللي، ممكن البرايز 3 مللي يفضل، يعني ان هي 3 مللي. البريدجات اللي بين الاناره ممكن تبقى 1.5 او 2 مللي، مفيش مشكله فيها. الحمام والمطبخ بسبب طبعا السخان والاجهزه اللي في المطبخ، تمام، بتبقى من 4 مللي او اكتر شويه. يعني حاليا في سخانات فوري، او في سخانات بيشترط ان هي تبقى 10 مللي السلك بتاعها. يا نهار ابيض، 10 مللي ده رقم كبير. ده حتى بيبقى مكتوب في التوصيف بتاعها. يعني تمام. وحتى يعني اللي جربوا ان هم يتجاهلوا دوت، لقوا ان لا، مجرد ما بيشغلوا السخان المفتاح بينزل على طول حمل السخان عادي. بس انا بتهيالي، انا اسف ان انا بقطعك. لا اتفضل. لو الشركه عامله مثلا السلك 3 مللي مش هيغيروه. يعني وانا بستلم حاجه، انا بص انا بفترض يعني لو عاملين السلك 3 مللي مش هيغيروه. بس هي دي المفروض مقاييس او حاجات ستاندرد احنا شغالين بيها، دي حاجات معروفه. ده حتى اللي شغال مش في كومباوند، شغال في مكان زي ما بيقولوا بلدي او كده، ده عارف ان انا عندي مثلا سخان، عندي غساله اطباق، عندي فرن، عندي الحاجات دي كلها بتحتاج فيها احمال عاليه، فبتحتاج سلك بتخانه اعلى. فكل دي حاجات في كود. يعني ان هو ممكن الشركه ترفض، تقول لك لا، ده احنا اللي متفقين عليه في العقد. وقتها برضو يعني انا بقول بس العميل ما يقفلش دماغه ويخلي خلاص. يعني هو لو ده اللي هيبقى مأزم، خلاص ممكن تغير السلك دوت يعني بعدين. يعني ممكن هو كمان في حاجه، يعني خلينا متفقين ان اكيد مش هتبقى 100% زي ما احنا عايزين. بالظبط. اصلا يعني اتكلمنا كمان عن المحاره. انت بتتكلم في حاجات A1 يعني. ما هو ده على حسب العميل، لو هو عايز يعني ايه. تمام. لو في حاجات تعدي معاه زي ما قلنا، خلاص ما فيش مشكله. لو في حاجات هو يفضل بصراحه ما يتفوتش حاجه في المحاره. المحاره اتظبطت، الشقه كلها تتظبط. بس هو عشان ما فيش حاجه بعد كده تظهر، ما فيش مشاكل بعد كده تظهر يعني. بالظبط. دي الفكره كلها. بس فده بالنسبه مثلا لبند الكهرباء. احنا جربنا كل حاجه تمام، مفيش اي مشكله، خلاص ما يبقى احنا كده ما عندناش مشكله. طبعا احنا المفروض بيبقى خلاص ما بنبصش بقى، احنا بنبص على مكان العداد بتاعنا فقط لا غير. لكن عندنا اللوحه راكبه، لوحه المفاتيح راكبه، او اللوحه الرئيسيه، تمام. طبعا يعني الاحمال بتاع اللوحه مش هنتكلم فيها دلوقتي قوي، تمام. ولكن طالما الدنيا شغاله معانا كويس، مفيش حاجه فصلت اثناء ما احنا بنجرب، اذا يعني الامور كويسه، يعني الى حد ما كويسه جدا. تمام. تمام. ننتقل لبند السباكه. ممكن برضو معلش تكلمنا عن التيار الخفيف. توضح ايه التيار الخفيف؟ التيار الخفيف عباره عن المفروض هما وصلتين فقط لا غير، او وصله واحده حاليا. يعني زمان كانت بتبقى وصله تليفون، وباخد من التليفون بدي الانترنت، تمام، اللي هو الواي فاي. حاليا بقت العكس، مع التطور شويه بقت العكس. بندي الوصله اللي هي الفايبر للواي فاي، وبناخد منها لو حابين نوصل للتليفون. تمام. بنبص على توزيعه النقط.
توزيعة النقط هي المفروض بتبقى نقط كلها على ارتفاعات قليلة يعني عشان ما تبقاش ظاهرة، ارتفاعات 40 سم 60 سم حاجات زي كده. دي من ناحية. من ناحية تانية لو كل غرفة مثلا فيها من نقطة ل2 اعتقد مش وحش خالص. تمام. طب ايه فكرة ان مثلا الوحدة تبقى سمارت؟ احنا بنسمع دايما انا عايز دلوقتي وحدتي سمارت. ممتازة. بتبقى ازاي بقى سمارت؟ سمارت اللي هي بيسموها، هو ده مش في الاستلامات بس احنا بما لا تحت امرك تحت امرك طبعا. سمارت او اللي هو بيسموه اوتوميشن، ده حاجه هي مش جديده قوي، هي ظاهره من كذا سنه يعني، بس هي حاجه انتشرت جدا وهي ممتازه فعلا. هي مطمئنه جدا بالنسبه للعميل. ما بنبقاش شايلين هم ان احنا خرجنا وسيبنا حاجه شغاله او حاجه كده. حتى وانا بره البيت اقدر اتحكم في البيت كله. تمام. ممكن اقفل باب الشقه من بره البيت وانا بعيد عن البيت خالص. كله بتحكم فيه بالواي فاي. تمام. بتحكم لو مركب كاميرات، لو في ساوند سيستم انا نسيته شغال، لو اي حاجه زي كده انا بتحكم ان انا. بص احنا نستأذنك في يبقى اعمل لنا فيديو مخصوص عن انظمه السمارت في الوحدات ان كان شو او فيلل. حاضر يا فندم. تمام. نكمل مع حضرتك. تمام. بس بالنسبه لبند السباكه هنا بقى الموضوع بيبقى بتوسع اكتر. اولا بنتمم اولا على الوصلات بتاعتنا كلها. وصلات اللي هي بيبقى عندنا عند كل مثلا حوض، مثلا هناخد كمثال الحوض في محبسين تحت الحوض. تمام. في محبس رئيسي، في محبس رئيسي ده مثلا للتواليت كله. تمام. او ممكن يكون للشقه كلها. لازم نعرف اولا المحبس الرئيسي اللي بيقفل الشقه كلها فين، المحبس الخاص بكل واحده فين سواء تواليت او مطبخ. تمام. تحت مثلا الاحواض هنلاقي محبسين زي ما حضرتك قلت، سخن وبارد، طالع منهم وصلات واصله للخلاط اللي هو او زي ما بيسموها الحنفيه ايا كان يعني الاسم ايه. تمام. بنشغل بنطمن هل في تنقيط ولا لا، في تسريب ولا لا. بنحط ايدينا مثلا عند الصاموله اللي رابطه الوصله دي بالخلاط، او الصاموله اللي رابطه الوصله دي بالمحبس. بنطمن هل في تنقيط او تسريب ميه او ولا لا. كذلك بيبقى عندنا وصله تانية اللي هي بيسموها سوستة صرف او وصله صرف. دي اللي بتبقى طالعه من الصرف بتاع الحوض واصله للمخرج اللي في الحيطه. بنطمن برضو اثناء ما الميه من فوق نشوفها مبلوله ولا لا. بالظبط. ايوه بنطمن عن اي تسريب ما شاء الله عليك. بعمل صيانه البيت عندي كله اصلا. ممتاز ممتاز يا فندم. الله ينور. تمام. بنطمن هل في تسريب منها ولا لا، هل في تسريب في الجسم نفسه ولا لا، جسم السوسته نفسه ولا لا، لان ممكن تكون مع الركنه مثلا او كده حصلات قطمت او جفت شرخت، لو هي نوعها مش كويس ممكن تطق مثلا جزء فيها يطق، فنطمن الجسم كله بتاع السوسته دي هل في مشكله ولا لا. بس دي سهله دي يعني تغييرها امره مش صعب يعني. ما فيهوش مشكله يعني، ولكن زي ما قلنا احنا الموضوع مش مساله انا هستلم دلوقتي، انا عايز اشوف برضو جوده الشغل، لان في حاجات مهما عملت انا مش شايفها بعيني. لا على اللي جوه الحيطان اللي بيبقى مش باين دوت نعمل فيه ايه؟ اللي مش باين حاجه من الاثنين. لو عندنا عزل تمام مش هيبان في الدور اللي تحتينا. لو ما عندناش يبقى هنشغل اعلى نسبه ميه نقدر نشغلها. ممكن نفتح مثلا الحنفيات كلها وننزل لو قدرنا نبص على وحده تحتينا نطمن نشوف هل في تسريب ولا لا، او على المنور مثلا، او على حوائط المنور. او الحوائط عندنا بتهيألي برضو ممكن يبان عليها. الحوائط عندنا هيبقى فيها سيراميك بس ممكن ظهر الحيطه مثلا بتاعت التواليت او المطبخ من بره يبان هي اللي يظهر فيه، يبان عليه. بس ده في حاله لو في عزل. لو ما فيش عزل هتظهر في وحدات تحتينا يعني، هتبقى بسهوله جدا هنعرف دي وقتها اذا كان في مشكله ولا لا. ننصح ما تستلمش نهائي الا الميه. لا ده كده هيكسر الحمام كله كده خلاص. نقطه ميه ممكن تبوظ الخرسانه تحتيك. يبقى ساعتها وكده هتبقى الخسائر كبيره، مش مساله بقى ان انا هكسر حته محاره ولا كده، هتبقى خسائر ضخمه يعني. لان هيكسر خالص، هيضطر يكسر خالص عشان يغير بقى الكلام ده كله ويعالج الكلام ده كله. بالتالي بيبقى مع حضرتك برضو في اجهزه ممكن تقيس الرطوبه في الارض ايه حاليا في حاجات كده يعني. بس المطمئن في السباكه ان لو الدنيا كويسه ما فيهاش اي مشكله حصلت اثناء الشغل نفسه، اثناء التركيب نفسه، يبقى صعب قوي ان تحصل مشاكل في الحاجات الخفيه. يعني طول ما حدش قرب منها. صح. امتى ممكن تحصل؟ لو حد حاول يدق مسمار في حيطه او حاجه زي كده، او يخرم خرم في حيطه، او يخرم حاجه. انما في بعد ذلك طالما الدنيا كويسه في السباكه خلاص الحاجات الخفيه دي انا مطمن عليها. وبخصوص برضو
لو حد بيخرم خرمه ويدق مسمار، بيتهيألي ان احنا يفضل ان انت تاخد من الشركه رسم الحاجه نفسها، الاسبلت بتاع المكان. بالظبط كده. يعني الاسبلت بتاع المكان ده مهم جدا، والمفروض ان هم بيبقوا عاملينه يعني. تمام. مش كل الشركات بتدي حاجه زي كده. خلاص، يبقى على الاقل ابقى عارف يعني المسارات عندي عامله ازاي. هل هي في الارض بس ولا في حاجات في السقف؟ احيانا بنمشي مواسير تغذيه في السقف. تمام. لما بتبقى الشبكات ضخمه جدا، يعني مثلا في عيادات او في مصانع او كده، بنضطر ان احنا نمشي في السقف. فيهمني ان انا على الاقل اعرف هل المسارات في الارض بس ولا لا، بحيث ان انا مثلا عندي نقطه على ارتفاع 60 سم، تمام، 55 سم هي نازله على الارض، انا مطمن ان هي نازله الارض، انا يعني ابتديت اخرم مثلا فوقيها او حاجه زي كده، مش قلقان. احنا عشان كده برضو بننصح دايما العملاء لما يبقى عندك وحده وهم بداوا يشطبوا فيها، كل فتره روح بص عليها، يعني شوف وصلوا لغايه فين في الكهرباء، وصلوا لغايه فين في السباكه. لو عرفت تاخد صوره خليها معاك، هتفرق معاك بعدين. بالظبط. ده بالنسبه للسباكه. نيجي للنقاشه، ودي اكتر حاجه طبعا ظاهره، واكتر حاجه لو فيها مشكله دي الحاجات اللي قدام العين بقى خلاص. النقاشه عاده الاستلام الرئيسي فيها اللي هو بيبقى بكشاف. ان انا بضرب كشاف، سواء كشاف الموبايل او لمبه او ايا كان انا متاح عندي ايه، بزاويه على الحيطه، بشوف هل في تعريج او مطبات في الحيطه ولا لا، هل في ظلال هتظهر بسبب عدم استوائيه الحيطه ولا لا. ممكن تبقى تورينا ازاي الكلام دوت؟ يعني احنا الفيديو مع حضرتك، ورينا الكلام ده بيبقى شكله عامل ازاي يعني. حاضر. تمام. فدي حاجه، دي من ناحيه. من ناحيه تانية بنركز برضو بكشاف هل في اماكن الوانها مختلفه ولا لا، فيها حته اللي هي مكلحه شويه او لونها متغير شويه، لونها مجرب شويه عن اللي حواليها. هل في حاجات زاهيه قوي وحاجات تانية مش زاهيه ولا لا. بنركز في الدهان بتاع السقف، الجبسن بورد او كده، هل انا شايف فواصل بعناية بين الالواح اللي راكبه ولا لا. يعني دي مشكله معجون طبعا. ده قرش ملح فعلا يعني بتخيلها معاك يعني لان دي احنا شفناها كتير يعني. فبنركز برضو في نقطه زي دي. يعني دي الحاجات اللي بشكل مبدئي يعني. بالتالي برضو الحاجه دي لو استلمها العميل يقدر لو حابب يعدل فيها، ما اظنش هتكلفه كتير. لا لان مش هيبقى تعديل، هيبقى شبه حاجه جديده هو بيضيفها. بالظبط. انما التعديل ده ان انا بزيل حاجه قديمه وبحط حاجه جديده. بالتالي النقاشه مش هيبقى فيها بس يعني ممكن مثلا يغير حاجه بورق على حيطه، بديل خشب، يعني ممكن يغير بعض حاجات كده اللي هي اضافات، لكن مش تعديل. التعديل زي ما قلنا بنشيل حاجه قديمه بايظه وبنحط حاجه جديده، وده اللي بيبقى مكلف جدا. انما الاضافات عمرها ما تكلفنا، يعني عمرها ما تكلفنا اكتر من المعتاد يعني. ده بالنسبه مثلا للبند النقاشه او الدهانات. عندنا بند الجبسن بورد. ايوه. بند الجبسن بورد من البنود اللذيذه قوي، انا بحبه جدا يعني. بس هو بند مكلف. هو بند مكلف، بس هو اذا مقارن بحاجات تانية ما يعتبرش مكلف قوي، يعني لو هنحط كرانيش او كده او ما بيختلفش كتير. يعني ما بيفرقش كتير. بند الجبسن بورد اولا هو استلامه بسيط جدا وسهل. بنشوف هل السقف اللي عندنا ده مثلا، لو احنا بنتكلم على سقف، هل هو مستوي ولا لا. بنختار نقطه معينه، طبعا عندنا دلوقتي ميزان الليزر. تمام. لو ما كانش موجود بنختار مثلا نقطة معينة بناخدها هي الإمام لينا. تمام. أو نقطتين بنحددهم عن طريق مثلا زي ما قلنا قدة أو دراع، وبنوزنه بالظبط بميزان مية عادي خالص. تمام. وبنحدد نقطتين هم دول بيبقوا الإمام بتاعنا. تمام. وممكن لو نقدر نستخدم اللي هو ميزان خرطوم، أو يعني دي هنوريها بتوسع تاني برضو في وقت تاني يعني. المهم ان احنا بناخد كذا لقطه في السقف، يعني خلينا نقول 4 نقط بنقيسهم، بنشوف الفروق بينهم قد ايه، او ولا هم متساويين ولا لا. تمام. لو مش متساويين برضو احنا معانا لغايه 3 مللي، لو قلنا نص سنتي مش هيبان، مش مشكله. يعني مش مشكله كبيره. تمام. كذلك لو عندنا بيت نور، ودي اللي انا بحب اقولها لان بتعقدني يعني. بيت النور ودي بتبقى مشكله في الجبسن بورد وفي النقاشه كمان، يعني الاثنين مع بعض. خلينا نبص على بيت النور عامل ازاي. هل الاضاءه اللي طالعه وضاربه على السقف هل طالعه مظبوطه مسطره ولا لا؟ بتفرق في الشكل جدا وفي الراحه النفسيه جدا. هل هي اضاءه عشوائيه
ولكن ولكن موحده مثلا في خط واحد بس عشوائي، ولا هي مسطره طالعه. طبعا اللي بيطلعها كده او بيطلعها كده طبعا بترجع لكذا حاجه، سواء هل احنا الليد بتاعنا خرطوم ولا الليد بروفايل، كذلك الصنفره بتاعت السوق بتاعت بيت النور نفسه، الشفه اللي هي بتاعت بيت النور اللي متداري وراها الليد بروفايل او ايا كان نوع يعني. الحاجات دي كلها هي اللي بتفرق، هي اللي بتطلع الشكل، يا اما مسطره مستقيمه شكلها جميل جدا مريحه جدا نفسيا، يا اما بتطلع بيت نور بس بيبقى مزعج شويه، مش مهندس متعب شويه. لو اديتك شقتي هتطلع لي النور بالطريقه دي؟ انا اول حاجه اعملها النور. دي اول حاجه نطمن عليه الاول وبعدين نكمل بقيه الشقه. اول مره افكر بالطريقه اللي بتحكي بيها دي، ان النور يبقى طالع. دي حاجه من الحاجات اللي انا لاحظتها ومتعبه نفسيا جدا يعني، هو ما حدش اشتكى منها يعني، لان مش اي حد يلاحظها، بس اللي يقارن بين دي ودي لا بحكم شغلك بقى. بحكم شغلك طبعا بتخش تشوف حاجات غريبه كده يعني. يعني بنتعرض لحاجات غريبه جدا. تمام. ده بالنسبه مثلا للجيبسون بورد او الاسقف. تمام. كذلك في الاسقف نقدر نستلم هل في زي ما قلنا مطبات او كده في السقف ولا لا، لمبه او كشاف بتاع موبايل او ايا كان، بنعرف هي قد ايه كمان يعني. لو قليله او حاجات بسيطه ماشي ممكن تعدي، لكن لو كتير لان هتبان مع الاضاءه العاليه، كل ما نعلي الاضاءه كل ما هتبان. يعني ممكن من المحاش بعينينا في ساعتها، بس لما نيجي نعلي الاضاءه او كده تبتدي تظهر معانا، هتبقى مزعجه جدا بالنسبه لنا يعني. ده بالنسبه مثلا لبند الاسقف. بند الارضيات الموضوع برضو بسيط وسهل. احنا كل ده بنتكلم على استلامات مبدئيه، مش يعني زي ما انت قلت مش لازم اللي هو A1 يعني. بنطمن اولا بعصايه بايدينا باي حاجه، هل في تطبيل في اي مثلا لو احنا بنستلم سيراميك او بورسلين، هل في تطبيل ولا لا. حاجه اسمها تطبيل، صوت طبله، الصوت ده بيعرفني ان تحت البلاطه دي فاضي. والبورسلين موضوع البورسلين ده البورسلين الموضوع بسيط وسهل، هو بيختلف بس شويه عن السيراميك. يعني انا ممكن حتى اقول تركيبه دلوقتي كله يعني مفيش مشكله. فهمنا. البورسلين اولا احنا بنحط مونه عاديه خالص زي ما بنعمل السيراميك. تمام. بيفرق ان احنا بنعمل له حاجه اسمها من ورا بنسميها يعني تمشيط، بنحط ماده بتخانه ما تزيدش عن سنتي، هي المفروض 8 مللي او نص سنتي، وبنمشطها بمشط كده، بنعمل فيها خطوط عشان نديها خشانه، وبنسيبها ان هي تنشف شويه وبعدين بنلزقها. البورسلين لو لاحظنا بيبقى فيه سهم في ظهر كل بلاطه، بنخلي اتجاه السهم ده واحد عشان لو البلاطه مقوره او مقوصه شويه، وده طبيعي ان هو يحصل بنسبه يعني مش كبيره، يبقى التقويصه دي كلها في اتجاه واحد فما تظهرش. تمام. البورسلين وحتى هو هنلاقي مكتوب على الكرتونه ينصح بان هو يتساب من على الاقل ملي ونص مسافات بين البورسلين عشان ما يفرقعش من بعضه، او البورسلين بطبيعته بيتمدد. فلو عملته مغمض خالص مع التمدد ده هيفرقع من بعضه، ده يلزق في بعضه. هي سوري معلش انا لا الالفاظ غالبه عليا شويه بس فهمتها منك يعني. فالتمدد ده هيتسبب ان هو هيتخلع خالص من مكانه يعني. فاحنا عشان نتفادى ده بنسيب يعني من ملي ونص ل 2 ملي بس. فبنطمن ان تحت البلاطه زي ما قلنا مش فاضي، مليان كويس تحت البلاطه. ده من ناحيه. بنطمن على حاجه اللي هي بيسموها السقيه دي اللي هي الفواصل بين السيراميك. الفواصل دي هل مليانه كويس بالماده ولا لا. في ناس بتملاها ماده وفي ناس بتملاها اسمنت ابيض، وفي ناس المفروض ان هي بتبقى ماده ومخلطينها باكسيد عشان تديني روح السيراميك نفسه. ايوه عشان الالوان تبقى قريبه من بعضها، المفروض يعني ان هي بتبقى كده. الفواصل دي او زي ما بيسموها العرانيس، هل كلها ماشيه مع بعض ولا لا، ولا في حاجه سابق ولاحق. يعني في حاجه سابقه حاجه. ايوه. بنطمن برضو هي كلها ماشيه مع بعض ولا لا. يفضل ان هي طبعا تبقى كلها مع بعض. بنبص على العيب اللي احنا قلناه من شويه، هل في اللي هي الحاجه اللي اسمها سمكه ولا لا في الارض. كل الحاجات دي لو مثلا في علاقه بين طرقه وصاله مثلا، يستحسن طبعا يبقى في عتبه او يبقى في فاصل ما بينهم، يبقى في معبره حاجه زي كده يعني، ان هي تفصل ما بينهم، لان صعب ان العلاقه تيجي مظبوطه مع بعضيها مع يعني ما بين الطرقه، ما بين ارضيه الطرقه وارضيه الصاله او الريسبشن او ايا كان، تفصل ما بينهم. يبقى في معبره بس صغيره كده عرض 20 سم او ايا كان
تفصل ما بينهم. بالنسبه زي ما قلنا الشبابيك لو في قلم وتال او كده، طبعا بنشيك بقى على كل الشبابيك مش الخارجيه فقط، والابواب كمان اكيد طبعا بقى. كل الشبابيك والابواب. الابواب عندنا اولا بنطمن على التسكيك بتاعها، هل وانا بقفل بيقفل معايا بسلاسه ولا لا. بعد ما بيقفل ببص عليه هل هو ماشي مع الحلق بالظبط ولا لا، ولا في حاجه مفتول اللي هو مثلا من فوق طالع لبره شويه ومن تحت قافل مع الحلق. فعايز اطمن دي الحاجه دي تمام ولا لا. مشلع ولا لا، هل في شروخ، الدهانات بتاعته عامله ايه، هل انا شايف الخشب من تحت الدهانات ولا لا. يعني انا شايف هل الدهانات دي انا شايفها برضو دي لو حطينا كشاف او حاجه زي كده هل ملطشه ولا لا. الموضوع كبير قوي يا باشمهندس. يعني ده الموضوع كبير قوي. كل بند ليه قصه يعني الموضوع كبيره. فعلا كبير. يعني كل بند ليه قصه كده. طيب تنصح العميل يشتري وحده كورن شيل ولا سيمي فينش ولا فولي فينيشد؟ من وجهه نظر انا كورن شيل يعمل فيه اللي هو عايزه بالظبط، بس بتكلفه كتير. لا ما اعتقدش، لا لان كده او كده اساسا الشركه هي بتحاسبك على التشطيب ده. بس فانت بتشطب بقى، انت فعلا بتعمل الحسابات الحقيقيه اللي انت بتصرفه، فعلا بتعمل الحاجه اللي على قدك وعلى ذوقك لو في حاجه انت حسيت كنت عايزها وحسيت ان هي غاليه شويه بتشوف ليها البديل اللي يناسبك وماديا وبرضه يبقى مريحك نفسيا وتبقى مبسوط بيه. طب بص، احنا هنرخم عليك في اخر الفيديو. لا تحت امرك. العميل ممكن يستفاد منك ازاي؟ رقم التليفون موجود عندكم، لو احتجتوا اي حاجه، لو محتاجين، لو في واحده هتستلموها، لو في اي حاجه احنا مستعدين نيجي معاكم تمام. مش هنكلفكم حاجه خالص. الموضوع بالنسبه لنا اكيد نمسكها بقى كده، الباشمهندس يجي يستلم معانا. انا شاهد من غير فلوس. انا شاهد ومش هطعن بالتزوير في الفيديو. تمام. مستعدين نيجي معاكم. الموضوع هيبقى بسيط وسهل ومش هنكلفكم حاجه خالص تمام. وشرفنا طبعا ان احنا نتعرف على اي حد ونخدم اي حد تحت امر اي حد. احنا شاكرين ليك يا هندسه جدا. ربنا يخليك. وشاكرين لوقتك، وفعلا معلومات كانت مهمه جدا، ومبسوطين قوي بلقائنا معاك. وهننتظر منك بقى الفيديوهات لكل حاجه من اللي انت حكيت لنا عليها دي، توضح لنا اكتر، بحيث ان احنا برضو حتى لو هنشطب مع حضرتك نشطب مع حد غيرك نبقى فاهمين احنا بنتكلم في ايه. على الاقل اطلب اللي انا عايزه، ما بقاش تايه وانا بطلب الحاجه. اكيد. شكرا. اشكرك يا فندم. شكرا.